بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف احنا عملنا العظمة دي ازاي. طبعا التيك توك مقلوب عليها واليوتيوب والفيسبوك. تعالوا نشوفها احنا عملناها ازاي، وفي ناس بتقول طلعت حلوة، وفي ناس بتقول طلعت عجين، وناس تقول طلعت مكتمة وناس تقول مش هشة. هنشوف احنا عملناها ازاي، والعيوب دي ايه اللي يخلينا نقع في العيوب دي ونتفاداها خالص ونتخطاها. تمام. نبدأ كده بسم الله، ونسمي الله كده، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ في المقادير بتاعتنا. اول حاجة انا استخدمت هنا الاكواب المعيارية. تمام. لو عايز تستخدمي الكوب العادي بتاع البيت، اي كوب اللي هو موجود في البيت ده، تمام. هنا اول حاجة انا استخدمت الكوب المعياري، الكوب اللي انت شايفاه ده، خدت منه كوب لبن، وفي نفس الكوب برضو مليته مية دافية، وخدت ربع زيت اللي هو الصغير. انا اللقطه دي ما بانتش، انا حطيت اللبن ومش عارفه ايه اللي وقف الفيديو، ومليت دي زيت، مش عارفه ايه اللي وقف الفيديو، فانا حبيت ان انا اعرف من استخدام الكوب العادي يبقى نص لبن، نص ميه دافيه، وربع زيت. هبدا هنا احط 5 معالق من السكر. اتمنى يا رب تكونوا انتوا فهمتوني وما تلخبطوش، وانا اسفه طبعا. وحطيت 5 معالق سكر، وجبت بيضة، فصلت الصفار عن البياض، وطبعا بدرجة حرارة الغرفة. الصفار هنا هخليه هدهن بالوش، هستخدمه بعدين. وحطيت هنا البياض. طبعا هبدأ بقى اضيف ظرف من الفانيليا، طالما فيه بيض يبقى فيه فانيليا. هنا انا حطيت رشة ملح، وهحط ظرف فانيليا، وهحط كيس خميرة فورية. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو على فكرة في الخطوة دي مش حابة تستخدمي الفانيليا براحتك، لان كده كده البياض ما بيبقاش ليه ريحة، اللي بيبقى ليه ريحة هو الصفار. هبدأ بقى اقلب كله ده زي ما انت شايفة. وهنا معايا نص كيلو من الدقيق. تمام. معايا نص كيلو من الدقيق. هشوف السوائل بتاعتي هتاخد قد ايه وهقول لكم. اول حاجة انا نزلت بكوب هنا، طبعا برضو الاكواب المعيارية، نزلت بكوب. تمام. ابدا الم كده بالسباتولا زي ما انت شايفة، وهبدا اضيف الكوب التاني. لو وصلتي معايا لحد هنا وما دوستيش اللايك، اضغطي لي لايك. ولو ما اشتركتيش في القناه، لو شايفه ان انا استاهل، يبقى دوسي لي اشتراك. وحطيت كمان الكوب التالت. تمام. يبقى انا خدت كده 3 اكواب من الدقيق. 3 اكواب من الدقيق دول حوالي بتاع 450 جرام، يعني اقل من نص كيلو ب50 جرام. تمام. هنا طبعا العجينه بتبقى ملزقه زي ما انت شايفاه كده. هاخدها بقى على الرخامه، افضل رايحه جايه بيها لحد العجين ما يعمل من ايدي خالص. تمام. هنا بقى هبدا اقسمها لقطعتين، نص هيبقى فانيليا ونص كاكاو. هنا ايه اللي يخليه، عايزه اعرف ايه اللي يخليها تبقى مكتومه مني ومش هشه وطريه من جوه. لو انا لميت الدقيق كده عملتها في السوائل وخلاص، بمعنى لازم اخدم العجينه كويس جدا، مش اللي هي دقيقة، لا، اخدمي العجينة كويس جدا، حوالي بتاع 5 دقايق او 6 دقايق، علشان تبقى هشة معاكي وتبقى طرية. انا هنا بدأت عملتهم لقسمين، قسم فانيليا وقسم شوكولاتة. تمام. كاكاو، هبدأ اضيف معلقة من الكاكاو، هو اخد معايا معلقة ونص. طبعا انا برضو متعودة ان انا بضيف كل حاجة تدريجيا، لو احتاجت بديلها. هنا حطيت معلقة زبدة، وهنا برضو هحط معلقة زبدة. تمام. بس انا هزود اللي بالكاكاو شوية، لان طبعا انتوا عارفين ان الكاكاو هينشف معايا العجينه شويه. هبدا الم ده زي ما انت شايفه كده بقى بالمعلقه، الزبده مع الكاكاو. وانا قلت لكم انا حطيت 5 معالق سكر، حاولوا ما تقلوش من السكر، لان العجينه فيها كاكاو، والكاكاو بيبقى مر. لو العجينه طلعت ناقصه معاكي سكر مش هتبقى حلوه خالص، يعني تطلع معاكي زياده سكر، انما ناقصه مش هتبقى حلوه. هبدأ بقى ألم كده زي ما انت شايفة، هي بتتقطع طبعا معايا وبتتبرول كده زي اللهم صل على سيدنا محمد، زي الدوناتس. أول ما بتحطي فيها الزبدة بتلاقيها اتقطع، طبعا مع كتر العجن بترجع تلمي بالزبدة تاني. هبدأ بقى أحط كيس، أغطيها بكيس أو بستريتش. وهعمل ايه علشان تختمر معايا بسرعة؟ هولع الفرن، أسخنه، وافتح اللمبة بتاع الشواية، واسيبها تختمر معايا. طبعا كانت على وشها كده حاجة من الكاكاو، فعينتها بايدي، ما كانتش عليها حاجه يعني. هبدا برضو الم التانية بالسمن. طبعا مقطعه زي ما انا قلت لك ايه. انا بقى هاخدها برضو على الرخامه،
وهفضل اعمل فيها لحد ما السمن يتوه منها خالص، وهدخلها الفرن. واولع اللمبه زي ما انا قلت لكم، واسيبها تختمر. اول ما تضاعف حجمها والاقي حجمها ارتفع معايا، هبدا اطلعها واشتغل فيها. عجينتها طريه جدا، ملمسها حلو، بتلزق حاجه بسيطه تمام. بس طبعا بعد ما بتضيف لها السمنه الزبده ما بتلزقش معاك. هبدا بقى ادخلهم الفرن زي ما انا قلت لك. هنا طبعا كانت اختمرت معايا اهي، وتضاعف حجمها، وقعدت حوالي معايا يجي ساعة. طبعا احنا في الشتاء لو ما دفلتهاش الفرن يمكن تاخد معاكي اكتر من ساعة، بس انا دفت لها الفرن على طول. هبدأ بقى هنا ارش رشة من الدقيق على الرخامة، ولو حابة تحطي زيت براحتك برضو. وهفردها. شايفين العجينة طرية وعاملة ازاي؟ هبدأ بقى افردها كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بالنشابة بقى كده او بايدي هفردها، وهاجي جنبيها جنبيها هفرد برضو اللي هي بالشوكولاتة التانية علشان اظبطهم مع بعضهم كده. انا كنت فردت دي، هرش برضو رشة من الدقيق جنبيها كده، وهفرد التانية. هطيبها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. حاولوا ما تخلوهاش على البلاطة من تحت، لانها هتطيب من تحت، وطبعا الفطيرة حجمها كبير، هتبص تلاقيها اتحمرت معاكي من تحت ومن جواها عجين. طب اعمل ايه علشان اتاكد ان هي مش عجين؟ الفطيرة كبيرة مش هقدر اتحكم فيها، بخلة وشوفيها ان طلعت نظيفة يبقى هي كده استوت معاك. ما تولعيش عليها الشوايه تمام. لو انت الحاجه عندك ما بتعملش الا لما بتولعي الشوايه، ما تولعيش الشوايه، سيبيها لما تعدي نص الوقت في البتاع في الفرن، وبعد كده ابدأي ولعي الشوايه. هنا هبدأ ادهن شوكولاته، اي نوع شوكولاته طبعا عندك حطيها. دي الشوكولاته دي انا كنت عاملاها في البيت. وهحط برضو معاها شوكولاته قطع، وهحط لها سوداني، وهرش لها حبه سكر، علشان انا قلتلك ان الكاكاو بيبقى مر. انا بتفادى ان هي تطلع طعمها مر مش حلوة. وحطيت هنا رشة من الفول، طبعا انا فرماه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الشوكولاتة القطع اللي هي دارك، او شوكولاتة باللبن، اي نوع شوكولاتة انت بتفضليه. عندك بقى اي قطاعة، سكينة، قطاعة بيتزا. على فكرة انا هنا كنت لميتها ونسيت خالص ان انا هعمل الشراشيب اللي انتوا شايفينها دي، ورجعت فكيتها تاني وعملتها زي ما انتوا شايفين، فبلاش تنسوا تعملوا زيي. خلاص، وعملنا طاقية السلطان. انا مش عارفه هي الطاقيه بتاعته كانت ضايعه ولاش. فالشيف ناديه طبعا ما هنش عليها، طبعا احنا داخلين في شتاء وكده، فحبت ان هي تعمل له طاقيه. وطبعا نسيب الشيف ناديه بس هي اللي تعمل الطاقيه، لازم كنا نعمل الطاقيه. هبدا بقى اخدها كده في صينيه مقاس 20 او 22. افضل انك تطيبيها في ألمونيوم احسن بكتير. هذا طبعا هسيبها في المراد. لازم بقى المراد دي اهم حاجه في الخمر، لازم تختمر كويس جدا معايا هنا صفار البيض، وحطيت عليها معلقتين لبن، وحطيت عليها كيس فانيليا ونقطة خل. الخمرة دي الأساسي لازم يتضاعف حجمها علشان تختمر معاكي كويس وتطلع نتيجتها حلوة. هنا كانت اختمرت معايا، طبعا النور كالعادة طبعا يا سادة فصل قطع. هبدأ بقى أنا بصور بإيد وبعمل بإيد فمش متملكة قوي، وآخر حاجة أنا بوقف الفيديو وأظبطها ده أنا بالفرش تمام. هنا ببدأ ادهنها، ما تخافيش البيض مش هيزفرها، احنا حاطين فانيليا وحاطين خل. لو حابه ان انت تدهنيها بلبن تمام، بس البيض بيديها طراوه شويه. هبدأ بقى اعملها بالفرشه زي ما انت شايفه كده، وادخلها زي ما قلت لك على درجه حراره 180. مش هتاخد من اقل من تلت ساعه، يعني معاكي من تلت ساعه، نص ساعه، 35 دقيقه كمان. هنا بقى بعد ما طلعت، الله، شايفين طبق بصراحه احلى حاجه فيها شكلها. هبدأ بقى اديها معلقتين زبدة. هنا بقى هحط لها مش زبدة بقى، سمنة بلدي، بتنقل الطعم في حتة تانية يا جماعة. اديها معلقتين سمنة بلدي بالفرشة كده، وعليها ستريتش، واغطيها بفوطة علشان ترد من حرارة الفرن وتطرى معايا. طبعا أنا لو انا حطيت ايدي عليها دلوقتي يعني هلاقيها ناشفة جدا من فوق من على الوش.
وقبل ما تطلعيها لازم تختبريها بخله، لان هي ممكن تبقى عجين جوه، ممكن تستعجلي تلاقيها واخده وش من فوق. طب هي واخدت وش من فوق وانا جيت اختبرتها بالخله لقيتها لسه عجين، اطفي الشوايه خالص. طب لو عندك الفرن بيسخن وممكن يزود لك الوش بتاعها او يعملها لك، حطي عليها ورق الومنيوم، ورق زبده، المهم ان انت تداري الوش، لان هي فعلا بتاخد وقت شويه في البوتاجاز في الفرن. فتفادي كله ده علشان ما تطلعش معجنه معاكي، لان هي طبعا حجمها بيتضاعف وحجمها كبير. عملتها بقى بالسمنه زي ما انت شايفه كده وظبطت على دماغها. هبدأ بقى ايه اغطيها بالكيس واحط عليها الفوطه علشان ترد من حراره الفرن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوه قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها. طب هل هي تستحق الترند ده يا جماعه؟ هل هي تستحق فعلا الترند؟ انا عن نفسي مش هديها اكتر من 80%، يعني انا مش هضحك عليك واقول لك روعه واقول لك 100%، لا هي اخرها 80%. هي زيها زي اي فطيره، يعني مش جامده للدرجه دي، يعني الكلام اللي هما بيقولوا عليها، بس هي حلوه. هي انا قلت لك زي اي فطيره وطعمها حلو برضو مش وحش. ولو عايزه تجربيها جربيها، انت شايفاها طالعه ناجحه معانا ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجه. الناس اللي بتحب الكاكاو والشوكولاته دي هتمشي معاهم مية مية. تمام. تعالى بقى اوريها لك من جوه عامله ازاي. شايفه؟ طبعا انت شايفه السكينه وهي نازله فيها، ماهيش معجنه ولا اي حاجه من اللي هم كانوا بيقولوا عليه بعض الاخوات يعني. تعالوا بقى نوريها لكم كده. يا سلام، بصراحه احلى حاجه فيها الشوكولاته والفول، يعني الحته اللي فيها شوكولاته وفول دي بتنقل الطعم في حته تانية. الناس بقى اللي بتحب الفول زي حالاتي. شايفين عامله ازاي؟ يا سلام، ومش قادره اقول لكم والله العظيم زي القطنه، طريه جدا وهشه جدا من جوه. فالناس اللي خايفه انها تعجن معاه، هي مش هتعجن معاكي. اعملي اللي قلت لك عليه واختبريها بخله، وهي مش هتطلع معجنه ولا مكتومه ولا اي حاجه. انت شايفاها اهي، تشوف عامله ازاي مفرغه وعامله ازاي ما شاء الله. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها، لو حابين. ولو وصلتوا لحد هنا بقى متنسونيش باللايك. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.